طب سؤال بسيط، لو قلت لك اشتري لابتوب اتش بي، ايه اول حاجه هتعملها؟ هل هتدور على ارخص واحد، ولا هتاخد اللي صاحبك قالك عليه، او هتعمل سيرش اونلاين وتاخد اللي عليه اوفر، وبعدين بعد شهر تلاقي الجهاز مش مناسبك، او اشتريت ب 30,000 وكان في واحد ب 20,000 كان احسن ليك؟ المشكله مش في اتش بي، المشكله انك مش عارف ان اتش بي مش ماركه واحده، هي 7 عائلات مختلفه، كل واحدة اتصنعت لناس مختلفين تماما. في الفيديو ده هشرح لك كل فئة مين هي، بتعمل ايه، بكام، ومناسبة لمين، وفي الاخر هتعرف بالظبط ايه اللي المفروض تشتريه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ خليني اوضح لك الصورة كاملة الاول قبل ما ندخل في التفاصيل. اتش بي عندها 7 خطوط رئيسية في السوق دلوقتي. اول واحد البافيليون، ده الخط الارخص مناسب للطلاب والاستخدام الخفيف. والتاني الانفي، احسن شوية للناس اللي بتشتغل يوميا وعايزين جهاز راقي من غير ما يدفعوا اعلى سعر في السوق. والتالت السبكتر اكس 360، ده الفلاج شيب الاغلى والافخم في خط الكونسيومر بتاع الاتش بي. والرابع معانا اومني بوك، ده الجديد، خط الاي اي بي سيز، الجيل الجاي من اللابتوبات اللي بتشتغل بالذكاء الاصطناعي. والخامس فيكتس جيمنج، بس بسعر معقول للي بيلعب من غير ما يدفع تمن الجيمنج الكامل. السادس معانا الاومن، ده اعلى فئة في الجيمنج، الاقوى والاغلى في خط الجيمنج. والسابع الاليت بوك، ده مش للافراد العاديين، ده للبيزنس والشركات والمحترفين اللي بيسافروا كتير. دول السبعة وكل واحد فيهم ليه دنيا لوحده. دلوقتي خليني اخدك على كل واحد بالتفصيل. خلينا نبدأ بالأول، ال HP بافيليون، ده الخط الأكثر انتشارا في مصر والشرق الأوسط، وغالبا أول لابتوب بتشوفه لما بتدخل أي محل أو موقع. بس خليني أقول لك حاجة مهمة الأول، اتش بي في 2024 أعلنت إنها توقف بافيليون تدريجيا وتحوله لأومني بوك 3، يعني الموديلات اللي شايفها دلوقتي في المحلات هي مخزون موجود، بس الجيل الجديد بيطلع تحت اسم أومني بوك. وعشان كده هتلاقي بافيليون بسعر أرخص من الأومني بوك، لأن ده جيل سابق. بيجي ازاي البافيليون؟ بتلاقيه في 3 احجام، ال 14 بوصه الاخف والاسهل في الشيل، ال 15 و6 من 10 بوصه وده الاكثر انتشارا، و16 بوصه في بعض الموديلات. وفي نسخه منه البافيليون اكس 360، شاشته بتتلف 360 درجه وبتتحول لتابلت. المواصفات اللي هتلاقيها معالجات انتل كور اي 3 او اي 5 او كور الترا في الموديلات الاحدث، او ممكن تلاقي اي ام دي رايزن 5 او رايزن 7 في النسخ الاي ام دي. الرام بتبدأ من 8 جيجا وبتوصل ل 16 جيجا بايت، والاس اس دي من 256 جيجا بايت ل 512 او 1 تيرا بايت في الموديلات الاعلى. كارت الشاشه في الغالب انتجريتد، يعني مفيش كارت منفصل، بس في بعض الموديلات بتلاقي نفيديا جي فورس ام اكس. مناسب لمين؟ الطالب اللي محتاج جهاز للمذاكره والابحاث والزوم، الموظف اللي شغله اوفيس وايميلات وانترنت، او اي حد محتاج جهاز شغال كويس من غير ما يدفع ثمن كبير. طب مش مناسب لمين؟ لو بتشتغل على بريمير او فوتوشوب بشكل احترافي او بتلعب جيمز بجد، البافيليون مش هيجاوبك، ومع الوقت هتحس انه بطيء. الموديلات الموجوده دلوقتي في السوق بتبدا من حوالي 15,000 جنيه وانت طالع، حسب الحجم والمواصفات، وطبعا السعر بيتغير مع سعر الدولار، فدايما اتاكد من السعر الحالي في السوق قبل ما تشتري. الخلاصه، البافيليون هو الخيار الاذكى لو ميزانيتك معقوله وشغلك عادي، بس ما تشتريش منه لو عندك احتياجات اكبر، لان في خيارات تانية في اتش بي هتكون انسب ليك، وده اللي هتكلم فيه دلوقتي. دلوقتي خليني احكي لك عن اهم تغيير عملته اتش بي في السنتين الاخر. في 2024 اتش بي قررت تلغي خطوط كامله انفي وسبكتر وبافيليون، واستبدلتهم بخط واحد موحد اسمه الاومني بوك. يعني لو دورت على سبكتر او انفي في المحلات دلوقتي مش هتلاقيهم كجديد، وخليفتهم في الملاعب هو الاومني بوك. ليه اتش بي عملت كده؟ عشان تبسط الموضوع، بدل ما عندك بافيليون وانفي وسبكتر وكل واحد فيهم محيرك، اتش بي قالت خلينا نحط كل حاجه في خط واحد بدرجات واضحه. واومني بوك فيه 5 موديلات. اول واحد الاومني بوك 3، ده ارخصهم وابسطهم، وهو خليفه البافيليون بالظبط، بيجي بمعالج اي ام دي رايزن اي اي، شاشه 16 بوصه فول اتش دي، عمر بطاريه كويس، وسعره في المتناول، مناسب للطلاب والبيت والشغل العادي. والتاني اومني بوك 5، اعلى درجه من التالت، بيجي في حجم 14 او 16 بوصه، وفي خيار كارت شاشه ار تي اكس 4050 او انتل ارك في بعض الموديلات، كويس للتصميم الخفيف والفيديو اديتنج البسيط، وعمر البطاريه طويل شويه. والتالت اومني بوك 7، ده للباور يوزرز، بيجي في حجم 16 او 17 و3 من 10 بوصه، الاكبر في الخط، بيجي بمعالجات انتل كور الترا 7 مع انتل اي اي بوست ان بي يو او اي ام دي رايزن اي اي، وفي شاشات اوليد في بعض الموديلات، وفي منه نسخه فيليب بيتحول لتابلت، مناسب للمحترفين والمصممين واللي بيشتغل على فيديو اديتنج تقيل. والرابع معانا الاومني بوك اكس، ده خليفه الانفي بالظبط، بيجي بمعالجات انتل كور الترا 7 او اي ام دي رايزن اي اي 7، وشاشات اوليد بحجم 14 او 16 بوصه، ورام من 16 ل 32 جيجا بايت، واس اس دي من 512 جيجا ل 1 تيرا بايت، تصميمه رفيع، وده للي عايز جهاز راقي من غير ما يدفع ثمن الالترا. والخامس معانا الاومني بوك الترا، ده اعلاهم كلهم، خليفه السبكتر الفلاج شيب،
بيجي بمعالج انتل كور الترا 7، شاشه 14 بوصه اوليد 3K بالوان حقيقيه ودقيقه جدا، وبطاريه تصل لاكتر من 16 ساعه فعليه. وفي منه نسخه الفليب عشان خاطر الناس اللي بتحب تستخدمه كتابلت، وده للشخص اللي مش بيتنازل عن اي حاجه، اعلى مواصفات، اجمل شاشه، واخف وزن. طب دلوقتي مناسب لمين كل موديل؟ الاومني بوك 3 طالب بميزانيه محدوده، والاومني بوك 5 شغل يومي مع احتياج لشاشه اكبر واداء افضل، والاومني بوك 7 مصمم بيشتغل على تطبيقات تقيله، والاومني بوك اكس حد عايز جهاز انيق باداء قوي وشاشه ممتازه، والاومني بوك الترا الافضل في كل حاجه بدون مساومه. والسعر في مصر الاومني بوك 3 بيبدا من حوالي 22000 جنيه تقريبا، والاومني بوك 5 و7 من 38000 جنيه تقريبا، والاومني بوك اكس من 50000 تقريبا، والاومني بوك الترا من 70000. وطبعا الاسعار دي مش الادق، فحاول تتاكد من الاسعار وتشوف الستور اللي هتشتري منه. دلوقتي بقى ندخل عالم الجيمنج، وهنبدأ بالخيار اللي الناس كتير بتدور عليه، ال HP Victus. ببساطة HP شافت إن في ناس عايزة تلعب جيمز بجد، بس مش عندهم ميزانية الأومن، فعملت الفيكتوس. لابتوب جيمنج حقيقي بسعر معقول. الفيكتوس بيجي معانا في حجم 15 بوصة كموديل رئيسي بمعالجات AMD Ryzen 8 سيريس أو انتل كور من الجيل ال 13، وكروت شاشة من RTX 2050 ل 4060 في الموديلات الموجودة في السوق. والموديلات الأحدث دلوقتي بدأت تيجي ب RTX 5050 و RTX 5060 من جيل البلاك ويل الجديد، وفي منه نسخة 16 بوصة كمان بنفس المواصفات بس بشاشة أكبر وتبريد أفضل. ممكن تلاقي 8 جيجا بايت أو 16 جيجا بايت DDR5 و SSD من 512 جيجا بايت ل 1 تيرا بايت، وشاشة 15.6 بوصة فول اتش دي بفريمات 144 هرتز. وده مهم جدا في الجيمنج لانه بيخلي الصوره اسرع وانعم. الاداء الفعلي على الفيكتوس 16 بمعالج رايزن 7 وكارت ار تي اكس 4060 و16 جيجا رام للعبه سايبر بانك على اعدادات هاي مع دي ال اس اس بتديك في حدود ال 70 فريم تقريبا في المتوسط، وده رقم كويس جدا لسعر الجهاز. والجهاز ده مناسب لمين؟ حد بيلعب جيمز بجد، اي سبورتس او تريبل اي تايتل، حد بيشتغل على تصميم او فيديو من غير ما يدفع ثمن الاومن، الطالب اللي عايز جهاز بيشتغل في كل حاجه وبيلعب فيه كمان. مش مناسب لمين؟ لو بتدور على اعلى اعدادات في اتقل الجيمز، الفيكتوس مش هيوصلك للالترا سيتنجز في كل حاجه. ولو الوزن مهم جدا بالنسبه لك، جهاز الجيمنج في الغالب اتقل من العادي. السعر في مصر بيختلف على حسب النسخ، بتبدا من 28 وفي نسخ بتوصل ل 64000 جنيه. وكالعاده السعر بيتغير مع سعر الدولار، فتاكد من السعر الحالي قبل ما تشتري. الخلاصه فيكتوس هو اذكى اختيار جيمنج لو ميزانيتك من 30 ل 55000 جنيه. اداء حقيقي، شاشه سريعه، وسعر منطقي. بس لو عايز اكتر من كده، في خيار تاني اسمه اومن، وده اللي هنتكلم فيه دلوقتي. حلو، خلصنا من الفيكتوس. دلوقتي ندخل للمستوى الجاي، ل اتش بي اومن. لو الفيكتوس هو الجيمنج الميزانيه المعقوله، الاومن هو لما الجيمنج يبقى اسلوب حياه مش بس هوايه. وفي خبر مهم لازم تعرفه، اتش بي 2026 اعلنت انها دمجت علامتين تجاريتين، هايبر اكس وومن، في ماركة جيمنج واحدة اسمها هايبر اكس. وكعلامة على البداية الجديدة دي اطلقوا هايبر اكس اومن ماكس 16. يعني لو شفت اسم هايبر اكس على لابتوب اتش بي، مش ماركة تانية، ده اومن نفسه بلبس جديد. خط الاومن دلوقتي فيه ثلاث موديلات. الاول اومن 15، شاشة 15 بوصة اوليد 3K وبفريمات 120 هرتز، رام بتوصل ل 32 جيجا بايت دي دي ار 5، وكارت الشاشه يوصل ل ار تي اكس 5070، ده للجيمر اللي عايز اداء قوي في حجم اخف. والتاني اومن 16، شاشه 16 بوصه اوليد وريفرش ريت 165 هرتز، ورام بتوصل ل 64 جيجا بايت دي دي ار 5، واس اس دي بتوصل ل 2 تيرا بايت، وبطاريه 83 واط مع شحن سريع يوصل ل 50% في 30 دقيقه. ده نقطه التوازن المثاليه، قوه وشاشه ممتازه بسعر اقل من الماكس. والتالت معانا الهايبر اكس اومن ماكس 16، ده الاقوى على الاطلاق، شاشه 16 بوصه اوليد بفريمات 240 هرتز، ومعالج انتل كور الترا 200 اتش اكس او اي ام دي رايزن اي اي اتش اكس، وكارت الشاشه بيوصل ل ار تي اكس 5090. ونظام التبريد فيه اتعمل من الاول 3 مراوح مع تقنيه تنظيف تلقائي للمراوح علشان تفضل شغاله بكفاءه على المدى الطويل. دلوقتي كل لابتوب من فئة الأومن مناسب لمين؟ الأومن 15 مناسب لجيمر بيدور على أداء عالي في جهاز أخف، والأومن 16 اللي عايز أفضل توازن بين السعر والأداء في الجيمنج اللي بجد، والأومن ماكس 16 اللي مش بيتنازل عن أي حاجة خالص وعايز أقوى لابتوب جيمنج في السوق. مش مناسب لمين؟ لو ميزانيتك محدودة، الفيكتس هيجاوبك أكتر لو مش محتاج أداء الجيمنج. الأومن هيبقى إسراف في الفلوس شوية. السعر في مصر في نسخ بتوصل من 55 ل 70، وفي نسخ تانية بتوصل ل 90000 جنيه تقريبا، وكل ده حسب المواصفات. وكالعادة اتأكد من السعر الحالي قبل ما تشتري. الخلاصة، اومن مش مجرد لابتوب، ده منظومة جيمنج متكاملة. لو الجيمنج عندك مش هواية، اومن هو افضل خيار ليك. لو عايز حاجة للشغل والبيزنس، في خيار تاني ومختلف خالص واسمه الإليت بوك، وده اللي هنتكلم فيه دلوقتي.
وصلنا للأخير في الفيديو ده، الHP EliteBook. وخلّيني أقول لك الأول، ده مش لابتوب للناس العادية، ده مصنوع لفئة تانية خالص. طب دلوقتي إيه الEliteBook ده؟ الEliteBook هو خط الbusiness الاحترافي عند HP، مش مصمم للطلاب ولا للgamer ولا لحد بيتفرج على اليوتيوب. ده مصمم للمدير المحترف اللي بيسافر كتير، للشركة اللي بتدوّر على أمان حقيقي في أجهزة الموظفين بتوعها. يعني من الآخر للجماعة اللي بيلبسوا بدل نضيفة على طول. التصميم رفيع جدًا، وزنه أقل من كيلو جرام، بشاشة OLED 14 بوصة 3K، وبطارية تكفي اليوم شغل كامل. ولأول مرة في تاريخ HP EliteBook خلت العميل يختار المعالج اللي يناسبه، سواء من انتل أو AMD أو حتى سناب دراجون، كلهم على نفس المنصة. طب دلوقتي إيه اللي بيميز الEliteBook عن أي لابتوب تاني؟ أول حاجة الأمان، بيجي ب HP Wolf Security، منظومة أمان شاملة بتحمي البايظ والهاردوير والنظام كله، مع AI بيكتشف الفيروسات ويحمي الجهاز حتى من الهجمات اللي ما اتعملتش قبل كده. وتاني حاجة ال AI performance، الإليت بوك XG2 بيجي ب NPU قوي جدا، يوصل ل 85 توبس في نسخة الكوالكوم، وده بيخليه من أقوى الأجهزة في تشغيل مهام الذكاء الاصطناعي محليا بدون الاعتماد على الإنترنت. وتالت حاجة الصيانة، HP عملت تصميم جديد بيخلي استبدال الكيبورد أسرع ب 80% من الأجهزة التانية، وده مهم جدا للشركات اللي بتتعامل مع أعداد كبيرة من الأجهزة. طب دلوقتي ده مناسب لمين؟ المدير التنفيذي أو الموظف اللي بيسافر كتير ومحتاج جهاز خفيف وموفور، الشركات والمؤسسات اللي أمان البيانات أولوية عندها، المحترف اللي شغله بيطلب أقصى درجات الأمان مش أعلى مواصفات جيمنج. طب دلوقتي مش مناسب لمين؟ لو بتدور على جيمنج أو محتوى ترفيهي فقط، الإليت بوك هيكون غالي ومش محتاجه. طب دلوقتي السعر في مصر، الموديلات الجديدة من الإليت بوك في السوق المصري بتبدأ من حوالي 35,000 جنيه وبتوصل لأكتر من 85,000 جنيه حسب المواصفات. والسعر ده أنا عملت سيرش عليه، مش متأكد منه، يعني أنا ما نزلتش الستور واتأكدت بنفسي. وبتلاقي موديلات أقدم بأسعار أقل بكتير لو ميزانيتك محدودة. الخلاصة الإليت بوك مش مجرد لابتوب، ده استثمار في الأمان والاحترافية. لو شغلك بيتطلب ده مفيش أحسن منه في خطوط الاتش بي. خلاصة كل اللي قلناه في دقيقة واحدة، البافيليون لو ميزانيتك محدودة وشغلك عادي ده أفضل اختيار ليك، والأومني بوك 3 و5 لو عايز جهاز للبيت والشغل اليومي بسعر معقول، الأومني بوك 7 وإكس لو محترف أو بتشتغل على تصميم أو محتوى، والأومني بوك ألترا لو عايز أفضل حاجة موجودة في السوق من غير أي مساومة، الفيكتس لو بتلعب جيمز وميزانيتك من 28 ل 55 ألف جنيه، والأومن لو الجيمنج عندك مش هواية ومصدر رزقك وعايز أقوى أداء، الإليت بوك لو شغلك بيزنس وأمان البيانات أولوية عندك. وقبل ما تشتري في 3 نصايح عايز أقولهم لك. الأولى، ما تشتريش من غير ما تعرف إيه اللي بتحتاجه بالضبط، الناس بتدفع فلوس زيادة على مواصفات مش بتستخدمها. التانية، قارن الأسعار في أكتر من ستور، نفس الموديل ممكن يفرق فيه 5 أو 10,000 جنيه بين ستور والتاني. التالتة، لو مش عارف تختار اكتب لي في الكومنتات قول لي ميزانيتك وهتعمل إيه على الجهاز، وأنا هرد على كل تعليق وأقول لك إيه الأنسب ليك. لو الفيديو ده نفعك سبسكرايب عشان تعرف كل جديد في عالم التكنولوجيا والأجهزة، وشير الفيديو ده لأي حد بيدور على لابتوب دلوقتي، ممكن توفر له فلوس كتير وتحميه من غلطة اختيار غلط. أشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم.